لسه حصل موقف دلوقتي قدامي، قلت اطلع اتكلم عليه. كنت ماشي في شارع جانبي لا ليا ولا عليا، وابص الاقي قدامي حد بتاع دليفري واقف راكن الموتوسيكل بتاعه وعمال يشاور. قلت ده بيشاور لي، عايز مني ايه؟ ببص لقيته لا، هو مركز الناحيه التانيه عمال يشاور لواحد تاني بتاع الدليفري. خدت بعضي وسحبت وكملت وماليش دعوه. المهم عبال ما وصلت للناصيه، اتاري بتاع الدليفري اللي هو كان بيشاور له تقريبا عايز يعرف منه عنوان ولا حاجه، راح واخدها عكسي ولا كأنه شايف أي حد في الطريق. فبياخد العكسي في مجية واحد ماشي في الشارع عادي في اتجاهه في السليم، خبطه حك في العربية بتاعته، والتاني نزل. إصابته كانت خفيفة يا دوبك، بس الكعبلتين وتقريبا رجليه اتجزعت ولا اتكسرت، وقلع الجزمة ووقع على راسه، يعني حاجات خفيفة كده. ونزل الواد، بقت واقف ببص له، الولد نازل من عربيته مستغرب، يعني يقول له ايه؟ يعني اخدك اعالجك ولا اطبطب عليك ولا اقول لك هات حق الخبطه اللي خبطتها لي في العربيه؟ ما الواد خدها في العكسي ومع نفسه، حاجه في منتهى العجب. نداء للاخوه بتوع الدليفري، ارجوكم، انتوا ليه بتنزلوا من بيوتكم خالعين دماغكم وحاطينها جنب الحيط؟ انتوا ليه بتنزلوا بتتعاملوا على اساس ان الشارع ده بتاعكم وهو انتوا بس اللي ماشيين فيه؟ ما هو برضه انا بشوف منهم حاجات عجيبه. عارف ان اي حد شغال الشغلانه دي، اي طيار، بيبقى اعتماده الكلي على ان هو يعدي عدد اوردرات كتير في اقل وقت ممكن، لانه بيعتمد اغلب الوقت في مرتبه على التبس. بس يا حبيبي، حياتك وحياة الناس الآخرين مش كده. لا إله إلا الله. أنت خلاص ناقص تطلع فوق العربيات. إحنا مش جرافيك، إحنا مش خيال علمي. في ناس معاك في الشارع، مش شرط كلهم ينتبهوا إن الأخ بتاع الدليفري معدي كله يقف انتباه. انت كده بتعرض نفسك للموت. ما انت ماشي على موت سيكل، يعني الوقع منك للرصيف. ينفع كده؟ يا جدعان، ارجوكم لحمايتكم ولحمايتنا وحمايه الناس اللي ماشيين على رجليهم، ما تنزلش تتعامل على اساس ان انت واحد من الخارقين اللي هو يعني بتعدي في الحديد. يا اخي ركز شويتين. انت فيها ايه؟ ده شارع جانبي، كم كمل في طريقه وخد اول لفه ورجع لبتاع الدليفري اللي كان بيشاور له، ما كانش هياخد منه 10 ثواني. اهو خدها في العكسي، ويا عالم بقى ايه نهايه المطاف. ما هو ممكن عدت المره دي الاصابه خفيفه، ما تضمنش اللي بعديها. يا حبايبي يا رجاله يا بتوع الدليفري، ارجوكم اتعاملوا شويه كبني ادمين، بلاش تتعاملوا على اساس ان انتوا من الجن والعفاريت والشياطين. قولوا لي انتوا في تعليقاتكم شفتوا ايه من بتوع الدليفري. انا عن نفسي بشوف منهم مواقف كتير، بس الموقف ده حبيت اقوله لان كان عجيب. ده حصل في مفيش في اقل من 10 15 ثانيه. المشاوره في الحادثه في الولد المرمي على الارض. والله صعب عليا الولد اللي اتخبط، وصعب عليا برضه صاحب العربيه. هو ذنبه ايه؟ ما هو انت هتتجنن علينا، احنا هنعمل ايه؟ في الاول وفي الاخر الناس ماشيه في الطريق، وانتوا تكسروا كل قواعد الفيزياء والتعامل مع البني ادمين. ربنا يصلح حالي وحالكم. وقولوا لي في تعليقاتكم لو انتوا شفتوا فعلا مواقف عجيبه بتوع الدليفري. فعلا سواقتهم بقت تجيب جنان. الواحد بينزل في الشارع مش عارف يلاقيها من فين ولا فين. ربنا يستر عليا وعليكم وعلى كل ولادنا اللي شغالين، حتى بتوع الدليفري. اتمنى ليكم كل خير. السلام عليكم، تتمسوا بالعافيه.